السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه. رجعت لكم فيديو جديد معكم محمد عبد الله. يا ريت قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا وتفعلوا الجرس. اذا ريال مدريد الى نصف نهائي دوري الابطال في مواجهه بايرن ميونخ. ريال مدريد بيتأهل بعد 120 دقيقة من أصعب مباريات على الريال في الموسم ده. 120 دقيقة من الضغط العالي من جانب مانشستر سيتي أمام دفاعات الريال اللي كانت متمركزة تمركزات صحيحة. يعني مباراة دفاعيا بالنسبة للريال أفضل بكتير من مباراة السنة اللي فاتت. مباراة للأسف السيتي ضيعها من إيديه بسبب جريليش ودي بروين. دي بروين اي نعم هو اللي جايب جون التعادل، لكن مضيع جونين ثلاثه ما يدوش بجانب خوليان الفاريز وهالاند اللي ما ظهرش في المباراه كالعاده، لانه طبعا مراقبه لصيقه من روديجير اللي عامل زي خياله منين ما بيروح مع هالاند. للاسف يعني جوارديولا غلط كبير جدا لانه ساب هالاند وجريليش في الملعب. جريليش اللي ما اعرفش هو ايه الميزه اللي فيه، يعني ما شفتلوش حركه في المباراه خطيره او لعبه كويسه. وحاجه كمان يعني استغربتها في لعيبه مانشستر سيتي، اللعيبه يعني في اكتر من لقطه بيبقوا خلاص على قوس ال 18 مفيش لعيب بيشوط، مش نفس مباراه الذهاب. يعني في مباراة الذهاب كنت تلاقي صواريخ يعني ما اعرفش ايه الفكرة ان هم ما بيشوطوش من بره المنطقة، يعني ما حاولوش غير في مرة او مرتين كتير قوي. ده بالنسبة لعناصر السيتي. بالنسبة لعناصر الريال كانوا معتمدين على الهجمات المرتدة اللي معتمدة على رودريجو وفينيسيوس. فينيسيوس اللي ما كانش ظاهر في المباراة بسبب كايل ووكر اللي قدر يتفوق على فينيسيوس وحطه في جيبه. ويعني فينيسيوس ما عملش حاجه في الماتش للاسف، ما شفتلوش لقطه خطيره هو وجود بلينجهام. والوحيد اللي كان متالق وليه خطير يعني كان له كام كره خطيره هو صاحب الهدف رودريجو. الهدف اللي جه بعد خطا من كايل ووكر اللي ساب رودريجو لوحده تماما. الراجل بيزحلق في كره عرضيه تعدي رودريجو بيشوطها، إدرسون بيصدها وبترجع تاني لرودريجو عشان يحطها في الجول. الكره اللي لو كان قدام اي فريق، يعني لو فريق تاني اللي بيلعب والكره دي شاطها على الحارس كانت هتطلع بره مليار في المية. بس لان ده الريال يعني فريق من الفرق المحظوظه. يعني عايز اقول لك ان الريال كان محظوظ يعني فوق ما تتصور. يعني اديني نص حظ الريال وارميني في البحر. يعني مش عارف اقول ايه. طبعا يعني جوارديولا كان له اخطاء كبيره جدا، يعني اخطاء يعني زي خروج دي بروين. طالما انت خلاص الماتش رايح منك ضربات جزاء، ايه الفكره ان انت تنزل كوفازيتش لاعب. يعني انا بالنسبه لي اول ما شفت نزل قلت اللاعب ده هيضيع على السيتي. كوفازيتش لاعب اقل كتير جدا من منظومه السيتي. يعني تخيل انت كان عندك جندوجان ودلوقتي بتلعب بكوفازيتش. طبعا ده ضربه جزاء هو وبرناردو سيلفا اللي استغربته في كل ضربه الجزاء بيحطها في نص الجون وبالراحه قوي. يعني للاسف الريال تاهل، واللي كان في انتظار مواجهته مع بايرن ميونخ اللي قدر يتاهل بالخبره على ارسنال اللي بقاله كتير غايب عن دوري الابطال، فطبيعي الخبره تحكم. يعني يعتبر الريال وبايرن تاهلوا بالخبره على عكس سير مجرى المباراه تماما اذا كان البايرن او الريال. بس هو ده اللي كان معانا. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. سلام.